السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلموا اليوم على المنتخب الوطني U17. تكلمنا من قبل على المنتخب الوطني U20 اللي المدرب تاعو نادي الرزيق ودخل في تربص، وفي التربص هذا أجرى مقابلة ودية مع الفريق التونسي، وهذه داخلة في سلسلة تحضيرات من أجل تكوين هذه الفرق الشبانية بعد ما انتهجت الفيدرالي الجزائري لكرة القدم بقيادة وليد صادي والقائمين على الشبان مثل محسن حمور اللي دار جهد كبير باش استدعى عدة لاعبين من مدارس مختلفة. إذا قلنا إيفا يشرف عليه نادي الرزيق دخل في تربص ودار مقابلة ودية مع الفريق الوطني التونسي. هذا التربص قاعد يحضر في الفريق إيفا باش يشارك في الاستحقاقات في كأس إفريقيا وتصفيات كأس العالم، واستدعى عدة لاعبين. والعلامة والشيء البارز والملاحظ اللي تكلمنا عليه على إيفا هو أنه الفريق الوطني أو الفيدرالية الجديدة والمدير الفني الوطني الجديد علي موسي اللي كان يشرف على المديرية الفنية في باريس، يعني في فرنسا، اتجهوا اتجاه جديد. ما عادوش يركزوا على البطولة الفرنسية فقط ولا على الفئات اللي كنا نجيبوا منها من فرنسا، وكنا نجيبوا من ديفيزيون 3 وديفيزيون 4 ويعني لاعبين مغمورين. الآن ركزوا عادوا يجيبوا من البطولة الهولندية والبطولة الإنجليزية والبطولة الألمانية. واتجهت قلنا مؤخرا الفيدرالية الجزائرية بقيادة محسن حمور إلى استقطاب لاعبين يلعبوا في البطولة الألمانية وكذلك البطولة الهولندية قلنا والبطولة الإنجليزية، وذكرنا الأسماء اللي استدعوهم في التربص تاع إيفا. الآن التربص تاع U17 داخلين، يعني المدرب أمين غيموز استدعى عدة لاعبين من أجل دخول هذا التربص. التربص هذا راح يشاركوا، داروا دورة في الجزائر، راح يلعبوا ضد تونس ويلعبوا كذلك ضد موريتانيا. وإيجيسات هذا يعني تحت 17 سنة يحضروا فيه كذلك لتصفيات كأس إفريقيا وتصفيات كأس العالم، يعني يكونوا في فرق شبانية للمستقبل. وكما حكينا على إيفان نحكيو على إيجيسات كذلك. هذا ثاني المدرب أو المديرية الفنية الوطنية كذلك تبعت نفس السياسة، وهي التركيز على البطولة الألمانية والبطولة البريطانية وكذلك الهولندية. ما عادوش يجيبوا كذلك غير كما كانوا المناجرة بكري غير من فرنسا، ويتفقوا معهم على كل حال بيع وشراء. الآن اللعب هذا في الفيدرالية الجديدة هذه، اللعب هذا خلاص حبسوه. الآن القائمة ضمت 9 لاعبين من دوريات أوروبية مختلفة، يعني 9 لاعبين مش من دوري أوروبي واحد وإنما مختلفة. وقلنا انضمت 9 لاعبين من الدوريات الأوروبية المختلفة، من الدوري الألماني والدوري الهولندي والدوري الفرنسي. من الدوري الألماني استدعات ضاو بلال اللي يلعب مع انترانكت فرانكفورت في ألمانيا، هذا لاعب من ألمانيا. كذلك ريان زيدان وسيم يلعب مع باير ليفركوسن، الفريق اللي انضم ليه إبراهيم مازا وهو قائد الفريق تاع باير ليفركوسن. واستدعى 2 لاعبين من هولندا، إذا 2 من ألمانيا وكاين 2 من هولندا اللي هو إلياس مكاوي يلعب مع بولنديا هولندا، وكذلك بالحديد محمد اللي يلعب مع تورخت هولندا أو أوتريخت هولندا. إذا 2 لاعبين من هولندا و2 لاعبين من ألمانيا و2 لاعبين من مارسيليا اللي هما قمداني إيفان اسكندر يلعب مع أولمبيك مارسيليا، وكذلك رمضاني سعيد جاسم اللي يلعب مع أولمبيك مارسيليا كذلك في فرنسا. ولاعب آخر يلعب مع فالنسيان الفرنسي اللي هو صحراوي مهدي، ولاعب يلعب مع أولمبيك ليون اللي هو نشاب وليد يلعب مع ليون الفرنسي. ولاعب آخر والمي محمد يلعب مع استاد
ريني الفرنسي. إذا 9 لاعبين محترفين من دوريات مختلفة، من ألمانيا، من هولندا، ومن فرنسا. وركز لي خاصة على ألمانيا وهولندا اللي كنا من قبيل أو من بكري كنا لا نرى إلا لاعبين من فرنسا ومن درجات الدنيا، بينما لاعبين تاع بريطانيا ولاعبين تاع ألمانيا ولاعبين تاع هولندا يعني ما نستدعيهمش. وراكم تشوفوا الآن ما عدا عمر هذاك اللي كان يلعب مع بايرن ميونخ، الآن راكم تشوفوا عندنا الله يبارك نجيبوا من ألمانيا، وهذا مستقبل الفريق الوطني. يجي سات راكم تشوفوا النوعية تاع اللاعبين. إذا ما نحكيوش يعني من تشيلسي، من ألمانيا، من هولندا وغيرها. فاللاعبين هادو من الدوريات المختلفة. المنتخب الوطني قلنا يسير على نفس النهج اللي سار عليه المنتخب الإيفا، وهذا مشروع انطلق فيه قلنا المدير الفني الجديد علي موسير، وكذلك رزيق هذا ندير، وكذلك امين غيموس، وهادو قلنا ساروا على نفس الشاكلة بجلب مواهب تنشط بدوريات أوروبية مختلفة في فرنسا وهولندا وألمانيا. هذا التنوع في الدوريات يعطي أفكار تكتيكية مختلفة تساهم في رفع المستوى تاع المنتخبات السنية تاعنا من حيث الاحتكاك. كذلك اللاعبين معهم يحتكوا بهؤلاء اللاعبين، وكذلك يتطور المستوى تاعهم كذلك، ويطلعوا على مختلف الفلسفات التكتيكية، خاصة أن هذو المدربين اللي وضعهم علي موسر وضعهم ولي صادي على هذه الفئات الشبانية عليهم درجات عليا، وكذلك شهادات في المستوى من درجة عالية، خاصة ندير رزيق اللي كان عنده خبرة وربح عدة بطولات مع الفريق سانتيتيان، أي الفئات اللي كان يشرف عليها السنية وسورتو إيجيزناف. فندير رزيق درب عدة فئات شبانية في سانتيتيان، وكذلك وعنده شهادات عليا يعني كان حصل عليها في عدة في جامعات، وكذلك في إيطاليا، وكذلك في بريطانيا. وكذلك أمين غيموس اللي حصل على ليسونس برو إيافا اللي هو كذلك في المستوى يمتلك شهادات عليا في التدريب، خاصة في الفئات هذه الشبانية، يعني اختاروهم بعناية. باقي اللاعبين اللي اختيروا كذلك من خلال عدة تربصات، اختيروا 2 من قسنطينة بالسياسي، كذلك 4 من بارادو، 2 من ليزما ألجي، وكذلك من بن عكنون وسطيف والجياسكا والشلف ولازمو أورون اللي اختير منها 2 لاعبين. ومعروفة المدرسة على كل حال هذه من الأربعة، من لامسيا مارسي، وكذلك من فالنسيان. وقلنا هذوك اللاعبين اختيروا من هولندا وفرنسا، وكذلك من ألمانيا. هذا التربص راح قلنا راح يشاركوا في دورة ضد تونس، أي مقابلة تحضيرية، وكذلك ضد موريتانيا، وهذا راح يمكنهم بالتحضير الجيد لباقي الاستحقاقات، وهذا حقيقة حاجة تفرح وحاجة تشرف.